يا ولادي، ازيكم يا اخواتي؟ انا وعدتكم لاول ما كروان يطلع بالسلامه هرقص. فرحان بتلعب في القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. النهاردة طبعا هتكلم على موضوع اللي قالب دلوقتي الدنيا واللي نازل ترند، وهو كروان مشاكل والمشكلة بتاعته اللي ما بينه وما بين الإعلامية ريهام سعيد. طبعا يا جماعة كلنا فاكرين ان كروان مشاكل اتحبس 6 شهور علشان خاطر المشكلة اللي كانت بينه وبين انجي، وده طبعا لما حصلت بينهم مشكلة جامدة ويتسبب ان هو دخل السجن بسبب كده. ايه ده يا كروان؟ ده خدم خطوبتنا يا حبيبتي. بعد كده بعد ما خرج حصل مشكلة برضو بينه وبين ريهام سعيد. طبعا ريهام سعيد في موسيقى كده شكل النسناس اللي انا جبته. الموسيقى طلعت تتكلم عليا وايه طب سوسي تمها خفيف. كمية ما حدش يتفرج على كروان. ليه يا ولية انت يا عكوسة، انت اللي متطلقة 7 مرات يا ولية، يا عكوسة اللي متطلقة 7 مرات. احترمي سنك. الموسيقى من تحت بير السلم بتجيبي كله تطلع عليه ترند. طيب ماشي، كايبه السوسي اللي عامله ترند الشارع اللي وراها راح عامل لك ابن محتر ابن فاكره ليه؟ طلع السيستم ما خفيف وانا تم واقف. انت بتجيبي سيرتي ليه؟ عشان المشاهدات عاليه يعني؟ عاوزه تاخدي ترند على حس قسما بالله يا اوسخ خلق الله ما تجيبي سيرتي تاني. انا مش هذكر اسمك عشان ما صيدكيش. انت عملت حلقه يا نسناس، انت جبت ترند على قفايا، هتجيبي اسمي تاني همشيها قانوني معاكي. انا عرفتك. توعدت له وطلعت اتكلمت وقالت له صدقني انا هدخلك السجن وهعرفك ازاي تتعامل مع الاكبر منك. طبعا كروان مشاكل حاول ان هو كتير جدا جدا يحاول يعتذر لها، وده اللي احنا شفناه في الفيديوهات، وده برضو اللي هوريه لكم دلوقتي. لا يا استاذ ارحموا النبي عشان خاطر ربنا. انا القطيع حاجه من سنتين، انا اتمرمطت واقسم بالله عشان خاطر ربنا سامحيني، واقسم بالله ما هغلط تاني ولا هقول اي حاجه ولا عاوز اطلع على السوشيال ميديا تاني. والمصحف انا ما حمل اي حاجه. سنتين يا استاذ ارحام والنبي يا استاذ ارحام، اقسم بالله انا قاعد من امبارح طالع من امبارح بموت اقسم بالله وحياة ربنا يا استاذ ارحام. انا اسف، حقك عليا، انت معاك عيال زيك يا استاذ ارحام. انا اتطمرت ورب الكعبه اقسم بالله ما قادر اتكلم ولا اطلع لايف ولا قادر اعمل. انا اتمرمطت يا استاذ ارحام بقالي سنه يا استاذ ارحام. ابوس ايدك يا استاذ ارحام كفايه والنبي وحياة اولادك اقسم بالله ما هغلط تاني. اقسم بالله انا اتمرمطت، انا مش عارف اعمل ايه. انا قاعد سنه جوه، طلعت 3 ايام واتحبست يا استاذ ارحام والنبي يا استاذ ارحام عشان خاطر ربنا، بس عشان خاطر ربنا تنزليلي. اقسم بالله ما حمل 5 دقايق قوه تاني. انا اتبهدلت يا استاذ ارحام وربنا عشان خاطر ربنا يا استاذ ارحام، مش عشان خاطر حد. والنبي يا استاذ ارحام تنزلي الله يبارك لك. انا من امبارح بالليل قاعد بعيط، من امبارح بالليل ما نمتش ما باكلش. معلش يا استاذ ارحام. ويحاول ان هو يسترجع لها ويقول لها معلش سامحيني، انا صغير ولسه شاب ببدأ حياتي، ما تحطمليش مستقبلي، ارجوكي اعتبريني زي اولادك. انا لسه يعني ببدأ حياتي، مش عايزة تتحطم. قعد يعني يحاول يصالحها كتير جدا جدا. طبعا والده طلع وحاول يتكلم بطريقة يا جماعة، يعني عارفين انتوا لما حد بيحاول يصالح حد، في ناس بتصالح، يعني في ناس بتحاول تصالح غيرها بطريقة تخلي اللي قدامها فعلا يسامحها ومن قلبها. في ناس تانية بتصالح بطريقة لا بصراحة تحسي فيها تكبر، او تحسي ان هو عايز يرمي كلام عليك بس ايه يعني بيجيبها بطريقة شيك. هو ده بالظبط اللي حصل مع والد كروان مشاكل، وطلع واتكلم مع الفنانه يعني شدوا كله اعمل متابعات. لازم اقول لك حاجه عشان انت اكبر مني وفاكرك وانا شاب مش عارف كان عندي كام سنه، وانت لما دخلت السجن يعني جربت السجن وجربت الزنقه فاكراها، وقعدت تصوروك وانت داخله السجن كنت لابسه الطرحه ولابسه ابيض ودخلت وتصوروك بالسجن. يعني ما تاذيش حد، ربنا موجود.
بتاع ريهام سعيد لا موجود. كفايه اللي انا ادي عليك كده في ايام مفترض، ليه تخليني ادي عليك؟ طب انت امال انت خايفه على الناس وخايفه على الميه وخايفه والفساد، ها؟ طب ما اشتكي الناس كلها اللي عملت فيديوهات، اقفل الشباك ده، ها؟ اشتكي الناس كلها اللي عملت فيديوهات، جمعي وانا اديك تحيه واقف لك كمان، ها؟ بالوسايط جمعي. امال واخده ابني يا لهوي عليك يا لهوي. ربنا ما بيسيبش، اوعي تفتكر ربنا بيسيب، حتى لو طلعت وخدت ساعه بس عند ربنا وعندنا فرحان واقوم ارقص كمان لو عاوز اقوم ارقص، ممكن اعمل لك فرح. ليه؟ ربنا بالمرصاد، ربنا هو اللي قال كده، مش انا، ربنا هو اللي قال كده. ايه ده؟ هو انت فاكر ان معلش امه لما تصلي كده هترجع تقول ريهام سعيد زي ما انتم ما هتشوفوا كده؟ وبعد كده طبعا الفنانة ريهام سعيد زعلت من الكلام ده كله لما هو طلع وقال لها يا حاجة. طبعا هي قالت لا انا اولا اتمنى عادي كلمة يا حاجة دي حاجة ما تعبنيش، بس ما ينفعش انت تيجي تقول عليا ان انا رب سجون. وطبعا هي نزلت البوست بتاعها اللي بتقول فيه الكلام الكتير ده بان هي فعلا مش رب سجون وما يصحش الكلام ده اصلا خالص. في الحقيقة هي برضو يعني معاها حق، يعني حتى في البوست بتاعها طلع اهو يا جماعة. هي طبعا طلعت واتكلمت وقالت، كتبت في بوست انا ما عنديش مشكلة اكون حاجة، ده لقب مشرف، بس اوعى تشبهني بمجرمين، انا عمري ما اتحكم عليا ولا كنت مجرمة، انا واحدة بحترم القانون. بس هو برضو اللي حصل ده كويس عشان الولد يبقى وسط عيلته في السجن وما يحسش بأي غربة، الحق بيرجع بالقانون. ده طبعا كان كلام الفنانة ريهام سعيد. وطبعا ان هي طبيعي انجرحت من الكلام اللي والده قال عليها، وان هو يقول لها انا كنت صغير كده وشايفك كنت لابسه اللبس الابيض وداخله السجن، والكلام بصراحه ما يتقالش. انا فاهمه ان هو ممكن يكون دمه محروق على ابنه وده طبيعي، بس مش بالاسلوب ده، مش بالاسلوب ده خالص يا جماعه. وطبعا انا عايزه اشوف رايكم في الكومنتات ايه، عايزه اشوف كل واحد شايف الموضوع من وجهه نظره ايه. هل والد كروان مشاكل عنده حق؟ هل من حقه ان هو يتكلم بالطريقه دي مع اعلاميه المفروض ان هي معروفه في الوسط الفني والاعلامي؟ هل ينفع يتكلم بالطريقه دي؟ هل هي فعلا معاها حق ان هي تزعل؟ وهل هي ممكن فعلا تقدم فيهم شكاوي بلاغات تحاول ترجع حقها بيه بالشكل ده؟ اتمنى ان برضو المواضيع ما توصلش بينهم لاي حاجه مش كويسه. وفي الاول وفي الاخر احنا نتمنى ان الموضوع ما يكونش فعلا ما بين الفنانه ريهام سعيد وما بين كروان مشاكل توصل بالشكل ده، لان في الاول وفي الاخر ده شاب يعني لسه صغير، فما ينفعش ان هو يحطم مستقبله. بس للاسف والله في ناس بتحطم مستقبلها بايديها باسلوبها وبطريقتها. يعني كان ممكن فنانة زي دي بصراحة تعدي المواضيع عادي وتقول مش مشكلة، ده هو برضو لسه شاب في بداية حياته، بس بيحصل كلمات وبعض الكلمات بتطلع من الأب يعني ممكن تبقى جارحة شوية. فأتمنى ان برضو المواضيع ما بينهم ما توصلش لشكل مش كويس خالص، وربنا يهدي الدنيا على بعضها. وفي الاول وفي الاخر انا بس حبيت اوصل لكم صورة من الترند اللي منتشر دلوقتي والموضوع اللي بقي منتشر دلوقتي ما بين الفنانة ريهام وما بين كروان مشاكل. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شدوا كله اعمل انا متابعات. لازم اقول لك حاجه عشان انت اكبر مني، وفاكرك وانا شاب مش عارف كان عندي كام سنه، وانت لما دخلت السجن يعني جربت السجن وجربت الزنقه، فاكراها؟ وقعدت تصوروك وانت داخله السجن كنت لابسه الطرحه ولابسه ابيض ودخلت وتصوروك في السجن. يعني ما تاذيش حد، ربنا موجود. بتاع ريهام سعيد لا موجود. كفايه اللي انا ادي عليك كده في ايام مفترض، ليه تخليني ادي عليك؟ طب انت امال انت خايفه على الناس وخايفه على الميه وخايفه والفساد، ها؟ طب ما اشتكي الناس كلها اللي عملت فيديوهات، اقفل الشباك ده، ها؟ اشتكي الناس كلها اللي عملت فيديوهات، جمعي وانا اديك تحيه واقف لك كمان،
ها بالوصايد جمعت. امال اللي واخده ابني، واخده ابني. يا لهوي عليك، يا لهوي. ربنا ما بيسيبش، اوعي تفتكر ربنا بيسيب. حتى لو طلعت وخدت ساعه بس عند ربنا وعندنا فرحان واقوم ارقص كمان لو عاوز اقوم ارقص، ممكن اعمل لك فرح. ليه؟ ربنا بالمرصاد، ربنا هو اللي قال كده، ربنا هو اللي قال كده مش انا، ربنا هو اللي قال كده. ايه ده؟ هو انت فاكر ان معلش امه لما تصلي كده هترجع تقول